إذا معنا الآن من الصحافة الاستمداد المتنقل، الوجه التلفزيوني والصوت الإذاعي المعروف، مراسل راديو مونتي كارلو الصحفي المعروف عادل مالك. عادل مالك، عرفناك في التلفزيون الإنسان اللبق دائما، صاحب الشخصية القوية، النطق الصحيح. وعادل مالك من لا يعرف عادل مالك صوتا وصورة، ولكن أردت في هذا البرنامج أن أعرف أكثر للمستمعين عادل مالك الإنسان قبل أن يكون الصحفي، قبل أن يكون الفنان إذا أردت. الواقع أنه ما ممكن الفصل بين الصفة العامة والصفة الشخصية. بالدرجة الأولى الإنسان هو الإنسان يعني نفسه، المهني جزء من الإنسان، فلذلك أنا ما بعتبر الحقيقة في فصل بين الصفة الإنسانية والصفة المهنية. لكن بالمهنة قد لا تظهر جوانب أخرى من شخصية العامل في الإعلام، سواء كان الإعلام المرئي أو الإعلام الإذاعي. فالإعلام بالنهاية جزء من الصفة الشخصية ككل يعني. عادل، كيف بدأت الصحافة؟ بمطلع الستينات الواقع، رحلة طويلة. بالحدث والحدث ما ممكن نعرف يعني. والمقر الأساسي إذا بعد لندن أيضا باريس تعود لمركز بين لندن وباريس، القاعدة الأساسية ما في شك في باريس. عندما تكون في الخارج أو في الدول العربية وتستمع لراديو مونتي كارلو، هل تشتاق لسماع صوت عادل مالك؟ يعني لا أريد أن أريد أن لا تخجل تواضعي إذا سمحت، لكن هذه نقطة ضعف كل من يعمل في الجانب الإعلامي الإذاعي. يعني كل من يقول لك أنه لا يريد أن يسمع صوته لا تصدق هذا الكلام. فأنا لا أريد أن أخرج على هذه القاعدة وأعترف بذلك. الكثيرون يقول بأن عادل مالك دبلوماسي لبق، يتهرب من المواضيع بعض الأوقات المحرجة بشكل لطيف، بشكل لبق، دبلوماسي لبق. ترى فقط بالنسبة للصحافة، أما هذا هو عادل مالك أيضا الإنسان الطبيعي. أنا أعترض على الكلمة تهرب. ليس هنالك من تهرب، هنالك أكثر من أسلوب للتعبير في رأيي أنا. يعني تستطيع أن تقول ماذا تريد ولكن بأسلوب مختلف عن الآخر. يعني أنا لا أؤمن بطريقة طرح السؤال الاستفزازي مثلا، ولكن بإمكان أن تقول كل شيء بأسلوب منظم يحترم الشخص الآخر. فلا أريد أن نستعمل كلمة تهرب. طريقة الإحراج ربما، طريقة أسلوب أو طريقة تعبير، وكل واحد منا له أسلوبه في التعبير. يعني طريقة تختلف عن الآخرين أو العكس بالعكس يعني. تستمع للإذاعات؟ متابع جدا للإذاعات لأن بحكم دوري ومهنتي يعني. تشاهد التلفزيون؟ أي تلفزيون؟ التلفزيونات العالمية بس ما في شك، لأنه أعتبر التلفزيون جزء لا يتجزأ مني، أو بالعكس أنا جزء. الأخبار بالأخص بالدرجة الأولى، الأخبار والبرامج الإخبارية السياسية، وتعلم في الغرب اهتمام كبير في هذا الموضوع.